كل سنة وانتم طيبين. الدوم الطبيعي الجامد جدا ده هنعمله من الأول للآخر ومن الألف للياء، حاجة كده خطيرة. طبيعي حلو جدا ومفيد لمرضى الضغط والسكر. بيظبط الضغط طبعا. ابحثوا عنه كده هتعرفوا ان ليه فوائد كتير جدا. هنعمل الدوم باللبن والدوم الخام، حاجة كده خطيرة، مش هتشتريه من بره تاني، احسن من بتاع المحلات. يلا بينا نشوف تفاصيله وتكاته هنعملها ازاي. يلا بينا نشوف هنعمل المشروب الجامد بتاعنا ده ازاي وبايه طريقة سهلة جدا. بدل ما تشتريه من بره بالغالي، لا احنا هنعمله بأقل التكلفة، وهيبقى فيه منه طبيعي وباللبن كمان. هنعمله حاجة كده خطيرة وجامدة جدا. طبعا زي ما قلنا لمرضى السكر والضغط. بيظبط الدنيا جدا عندهم، مفيد جدا وحلو جدا. عندنا هنا ده ربع كيلو من الدوم المجروش. تمام، ربع كيلو حسب بقى ما انت عايزه هتحطي. تجيبي نص، تجيبي كيلو براحتك. تمام، ده ربع كيلو. وعندي هنا 3 معالق سكر كبار. تمام كده. اول حاجه بقى هنعملها ايه؟ هجيب الدوم بتاعي ده احطه في حله كده ونقول بسم الله. احط عليه الثلاث معالق سكر، ويلا بينا نروح على البوتاجاز نكرمل السكر مع الدوم. بس احنا هنديله تشويحة بسيطة كده، ويلا بينا. هنا بقى هبتدي اكرمل السكر مع الدوم على النار كده لغاية ما تحسي ان لونه السكر ابتدى يغمق شوية وريحة الدوم تظهر. احنا مش هنحروق الدوم ولا هنحمره جامد، لا، انا بديله كده تشويحة وكرملة عشان السكر يتكرمل معانا واحدة واحدة. هنا بقى ابتدى اهو ريحته تطلع ولونه يغير شوية، والسكر لونه يبتدي يغير شوية. بصوا، عايزة اقول لكم ريحته خطيرة، جميل جدا ومفيد جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى ان انت لو حابة هتشربيه سادة هتشربيه، حابة تحطي له لبن، هنحط برضو في الفيديو مع بعض وهنعمل الاتنين. مشروب جامد جدا لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب. بنعمل بقى كل حاجات رمضان اهي وتفاصيله كده. احنا خلاص شوحناه كده، خلاص اتكرمل شوية وبقى ريحته طلعت اهي. مش عايزين نغمقه اكتر من كده او نحروقه اكتر من كده. ليه بقى؟ علشان يبقى تمام معانا وما يبقاش مر معانا، ما يمررش معانا يعني. تمام. في المرحلة دي انا هبتدي انزل بلتر مية. بسم الله. هنا حطيت من لتر للترين ميه او لتر ونص كده ميه علشان الكميه. تمام. عايزاه اتقل من كده هنقلل الميه. هبتدي بقى احطه على النار لغايه ما يخش في الغليان. اول ما يبتدي هيغلي، احنا مش عايزينه يغلي ليه بقى؟ علشان لما لو غلي هيمرر، احنا مش عايزينه مر. فاحنا اول ما يبتدي يغلي كده من الجناب هنقفل عليه على طول ونغطيه وننقعه من بالليل لغاية الصبح. وهنشوف بقى احلى عصير هنعمله، والخطوات الباقية هنعملها ازاي. هسيبه كده لغاية ما يبتدي يغلي وهوريه لكم. هنا خلاص هيبتدي يغلي، هقفل عليه النار على طول بالشكل ده اهو. تمام. وهبتدي اغطيه واسيبه بقى لما يبرد ويهدى، وبعد كده احطه في التلاجة. لازم اول ما يبرد نحطه في التلاجة علشان الجو حر ما يحمضش مننا، او يبقى ساقع كده ويتنقع براحته. تمام. عايزه اوريكم اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا، ولسه ما تنقعش ولا بات في التلاجة او بات ليلة كاملة مثلا. هنسيبه كده، نغطيه ونسيبه لغاية الصبح ان شاء الله، ونكمل طريقة الدوم الجامد جدا ده. وهوريكم هيدينا كمية قد ايه وهيدينا طعم، ونعمل الدوم باللبن اللي بيتباع في اكبر المحلات بطريقة سهلة وبسيطة. هنحطه في التلاجة بعد ما يبرد، بعد ما نغطيه ونسيبه ليلة كاملة. هنا بليته ونقعته خلاص من بالليل للصبح. هبتدي بقى اصفيه حلو جدا في شفشق كده، وهقول لكم هنعمل ايه تاني.
هنا صفيته من الدوم اللي كان فيه. تمام. هنا بقى ادي الدوم، بصوا ما شاء الله تقيل وخام جدا. في المرحله دي بقى انا خدت جزء هنا هحط له سكر. طبعا السكر حسب الرغبه، لو هتشربيه طبيعي زي كده لمرضى الضغط والسكر مش هنحط له سكر تاني، لان احنا مكرملينه وحاطين له سكر كده سكره مظبوط. لكن لو عشان هنحط لبن تاني فهنحط بقى سكر حسب الايه الرغبه. كده عندي هنا معلقتين لبن بودره هحطهم. لو عندك معلقتين كريم شانتيه خام هنحطه برضو هيبقى حلو جدا. بس انا ما عنديش فهحط لبن عادي. وهنضرب كل الكلام ده في الخلاط او بالهاند بلندر، وهرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. وكده خلصنا الوصفة بتاعتنا. احلى دوم هتشربيه في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بصوا الطبيعي منه لمرضى الضغط والسكر جامد جدا، يتشرب كده من غير سكر تاني. اللي حاطين عليه لبن، بصوا الرغوة، عايزة اوريكم كده الرغوة خطيرة. وكمان ما حطيناش كريم شانتيه، يا دوبك لبن عادي ولبن بودرة بس، والسكر طبعا. الخام ده هنحطه في ازازة ونحطه في الفريزر. وقت ما نعوز نعمله بلبن هنعمله، وقت ما نعوز نشربه سادة كده برضو هنشربه. عايزة اقول لكم خطير، جربوه بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.